وبإمكانات متواضعة يحضر الاتحاد الرياضي لبلدية الرباح بولاية وادي سوف الناشط ببطولة ما بين الرابطات ضمن مجموعة الشرق لمنافسة كأس الجزائر. مصطفى هتات. الاتحاد الرياضي لبلدية الرباح لكرة القدم فريق هاو لم يعقه تواضع الإمكانيات من شق طريقه في تحقيق نتائج ترضي أنصاره في بطولة ما بين الرابطات، فضلا عن مشاركاته المتميزة في منافسة كأس الجمهورية. الحمد لله رانا في البطولة، رانا قايمين بدور مشوار هام، رانا في الكلاسمون تروزيام، واحنا فريق اتحاد الرباح عندنا طموح باش نفوتوا ادوار مهمة في لاكوب. الفرق اللي تنافس معنا في هذه الادوار عندهم المادة باش يكونوا في هذه الادوار الاولى، واحنا رغم فريق مخصوص من كل النواحي رانا في هذه الادوار بواسطة المجموعة. استمرارية العمل سبب رئيسي في تحقيق هذه النتائج، لكن تطوير مستوى اللاعبين والرفع من جاهزية الفريق ليكون قادرا على المنافسة يتطلب المزيد من الإمكانيات. نظرا للإمكانيات المادية اللي تعتبر ضعيفة ولا تحت المتوسط للفريق هذا، وين ما خلتناش كما يقول لك نفيزو ديريكت الطلعة. ورغم ان خطير الملعب هذا وين تشوف فيه تيف، رانا نلعبوا في الملعب هذا والعديد من الاصابات اللي جوار سببها الملعب هذا. ارتباط كبير بين النادي وانصاره، والوصول الى ادوار متقدمه في كاس الجمهوريه حلم الجميع، رغم ان الاولويه لاكتساب الخبره والتكوين.